ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض اخر استعدادات الجولة الرابعة واهم الاستعدادات. اول حاجة اللي انا هكلمكم عنها النهارده يا شباب هي اللعيبة اللي بسعر مميز جدا جدا، سعرها رخيص، وفي نفس الوقت اللعيبة دي هتعمل حاجات كتيرة الموسم ده وناس كتيرة مش حاسة بيها او مش واخدة بالها منها. من ابرز اللاعبين دول يا شباب، عندك واحد زي إليوت المنتقل حديثا الى استون فيلا. على الاقل يا شباب مجموعه اللعيبه اللي احنا نتكلم عنها، انت عارف ان اللاعب ده هيلعب ال 90 دقيقه، الراجل ده مش هيقعد دكه، الراجل ده مش هيحصل عليه روتيشن. ودي بصراحه افضل من هنا يكون عندي لعيب مثلا زي جاكبو الفتره القادمه. انا متخوف من موضوع الروتيشن مع ايزاك، ما احنا عارفين ان ليفربول خلاص، ايزاك انتقل لليفربول، فاصبح جاكبو الكتيكي دلوقتي احنا مش عارفين مين فيهم اللي هيلعب اساسي، مين اللي هيكمل ال 90 دقيقه، مين هيلعب 45 دقيقه. لعيبه السيتي نفس القصه، مش عارفين مين اللي يكمل، مين اللي هيحصل عليه روتيشن، هل هيبدا بسافيو، هل هيبدا بفودن، هل هيبدا بمرموش، هل هيبدا ما اعرفش بريندرز، كوفازيتش، رودري، برضو الموضوع محير. حتى لعيبه الارسنال دلوقتي احنا بنشوف مارتينيلي مره بيلعب مره ما بيلعبش، تروسارد لما يرجع نفس القصه. فرق كتير بيحصل عليها روتيشن، لعيبه كتيره، حتى مثلا واحد زي إيلانجا، واحد زي بارنس، الناس اللي بتاعت نيوكاسل برضو روتيشن كتير. عندك كمان في فرق كتيره بيحصل عليها برضو، مانشستر يونايتد برضو، كونيا، موبويمو، امادو ديالو، حتى المدافعين برضه روتيشن كتير. فالموضوع ده بصراحه يعني بيخنق انك تكون مستعد ومجهز نفسك للجوله وتبص تلاقي اللعيب عندك اما قاعد دكه واما نزل 15 10 دقائق في الاخر ما تستفدش منه، وعلى الاقل بتفضل قاعد قلقان هل هيبدا مش هيبدا. طيب ما هو في لعيبه كويسه يا شباب بسعر كويس بتبدا بتكمل ال 90 دقيقه، بتكمل المباراه، يعني على فرض حتى لو غيرت هي بتغير اخر 10 دقائق بعد الدقيقه 80. لعيبه كويسه بتجيب نقاط بتتسلل احنا مش حاسين بيها. على الاقل انت من اول ما تحط تشكيلتك وتنزل مباراه عارف ان اللعيب ده موجود، عارف ان اللعيب ده هيلعب ال 90 دقيقه، عارف ان اللعيب ده في اي لحظه من لحظات المباراه ممكن يحرز لك هدف، ممكن يعمل لك اسيست، ممكن يجيب لك نقاط كويسه. من ابرز اللاعبين دول يا شباب او اللعيبه اللي احنا مش واخدين بالنا منهم، واحد زي إليوت المنتقل حديثا الى طبعا استون فيلا. الراجل يعني بنسبة 99% هيلعب أساسي، لأن احنا عارفين أستون فيلا حاليا كل اللعيبة مشيت منه المهمة اللي كان بيعتمد عليهم. مفيش حد كويس، مفيش حد على الأطراف. هو الراجل جاب سانشو وجاب إليوت، ولكن الأقرب للمشاركة هو إليوت، الراجل اللي كان بيلعب مع ليفربول. إليوت لما كان بينزل مع ليفربول 10 دقائق ربع ساعة شوط، الراجل كنا بنشوف منه دايما بيصنع أهداف وبيحرز أهداف، كان بيجيب نقاط كتيرة رغم إنه كان بيلعب يعني دقائق قليلة جدا 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 مع ليفربول. فما بالك دلوقتي لما راح مع فريق زي أستون فيلا، هو فريق برضه مميز، فريق كويس، هيكون مع روجرز، هيكون معاه واحد زي طبعا واتكنز. كمان عندهم مباريات سهلة الفترة اللي جاية، 4 مباريات سهلة: ايفرتون، بيرلي، ساندرلاند، فولهام. عندهم 4 مباريات مميزة. يعني واحد زي إليوت بسعر 5.4 مليون، سعر مميز. راجل هيلعب أساسي، هيلعب ال 90 دقيقة، هيلعب مع فريق زي أستون فيلا، راجل رايح يقول أنا موجود، راجل عايز يقول لليفربول أنتوا غلطتوا لما مشيتوني، زي ما حصل مع جيليريتش بالظبط لما ماشى من فريق طبعا السيتي. شفنا جريليتش يعني ما شاء الله افضل من اللعيبه الموجوده في السيتي. يعني هو جريليتش حاليا بمستواه، يعني انا متاكد ان واحد زي جوارديولا ندمان على بيع واحد زي جريليتش. يعني الراجل شوف ما شاء الله، رغم فريق صغير زي ايفرتون، لكن الراجل ما شاء الله 4 اسيست، مساهمات، هيحرز اهداف، مش بايد ياخد ضربات الجزاء. فنفس الكلام تقريبا هينطبق على إليوت اللاعب المميز. فلاعب زي إليوت بسعر 5.4 مليون، أنا شايف إنه هتكون صفقة كويسة للناس اللي هتبدأ تشتريه. الراجل برضو زي ما بقول لك عنده 4 مباريات سهلة، ممكن هنشوف منه نقاط كتيرة. فإليوت من اللعيبة المميزة اللي هتتسلل، اللي أنت لازم تحط عينك عليها. زي ما قلت لك ميزة اللعيبة دي إن أنت ضامن إن هي هتلعب ال 90 دقيقة. كمان في لعيب تاني يا شباب هو نداي، اللي هو لاعب نوتنغهام فورست، الراجل اللي جاب 17 نقطة لحد حتى الآن. الراجل برضو باستثناء مباراة الأرسنال القادمة، أنت ممكن عادة تشتريه وتستبعده مباراة الأرسنال القادمة، لكن بعد كده عنده مباراتين برضو سهلة تقريبا، بيرلي وساندرلاند، أو بيرلي وليدز، هما تقريبا بيرلي وساندرلاند. برضو الراجل هتستفيد منه بنقاط كويسة الفترة اللي جاية. الراجل بيلعب أساسي، بيلعب في التشكيلة ثابت، بيحرز أهداف، بيمشي ماشي بطريقة كويسة، برضو من اللعيبة اللي احنا لازم نحط عيننا عليها. والراجل برضه سعر رخيص مش سعر غالي، ب6 مليون في خط الوسط، لعيب بيلعب اساسي، بيحرز نقاط، بيلعب ال 90 دقيقة.
كمان واحد زي جريليتش برضو الناس لازم تحط عينها عليه، برضو الراجل سعره كويس. يعني كل اللي بنتكلم عليه ده يا شباب سعر 6 مليون و5 مليون، والحاجات دي تحل لك مشاكل كتير في خط الهجوم، انك تقدر تشتري اللعيبه اللي انت عايزها، تقدر تشتري ايكيتيكي، تقدر تشتري واحد زي هالاند. معلش انت ممكن تاخد صلاح وهالاند طالما هتعوض بلعيبه زي اوليت اللي ب 5 مليون ودايي اللي ب 6 مليون، ومش لعيبه وحشه، عشان ما حدش يقول لي مثلا لا ما انت هتجيب، لا دي مش لعيبه وحشه، احنا السنه دي شايفينها لعيبه مميزه. واحد زي انزو فرنانديز لاعب اللي هو تشيلسي، الراجل اللي بسعر 6 و6 من 10 مليون، الراجل ما شاء الله لحد دلوقتي جاب 28 نقطة او 26 نقطة تقريبا، يعني الراجل بصراحة مقدم مستوى كويس. بالمر مصاب، الراجل هو اللي هنشوفه هيلعب مكان بالمر، يعني هيكون قريب من ال 18، هيجيب مزيد من النقاط. لعيب برضه لازم نحط عنا عليه. واحد زي سيمينيو اللي ب 7 مليون، واحد زي اسماعيل صار اللي ب 6 مليون، 6700 تقريبا. يعني عندنا يا شباب مجموعه من اللعيبه المميزه الكتيره اللي تحل لك مشاكل، بدل مثلا اللعيبه الكبيره اللي مثلا بسعر عالي. يعني مثلا بدل ما راح اجيب واحد زي مبيومو ب8، وواحد زي برونو فرنانديز ب9، وواحد زي مرموش اللي ما بيلعبش خالص ومستواه مش حلو ب9 او 8، واجيب واحد زي مارتينيلي غالي، واجيب واحد. كل دي لعيبه مش موجوده في الاساس. عندك لعيبه زي هاري ويلسون سعره كويس بيلعب اساسي. عندك واحد زي سميث رو هيرجع تاني يلعب اساسي. عندك كمان يعني يا شباب فكروا في اللعيبه اللي هي ب5 و6 مليون اللي بتقدم روعه وعظمه الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لك عندنا مجموعه من اللعيبه لا يقل عن 20 25 لاعب ما شاء الله، جريليتش، اليوت، برضو يعني زي ما قلت لك انداييه. عندك كمان يا شباب زي ما قلت لك مثلا لعيبه كتيره اللي انا بقول لك عليها ده كلها جريليتش. ففي مجموعه مميزه جدا جدا جدا، احنا لازم نحط عيننا عليها، هتجيب لك نقاط كتير، هتحل لك مشاكل، هتريحك كمان في حته خط الدفاع. يعني انا لما اقدر اجيب لعيبه بخط وسط تكون كلها ب6 مليون وب5 مليون بتجمع نقاط كويسه، وفي نفس الوقت اللعيبه دي هتكون سعر قليل، فهتوفر لي ميزانيه اقدر اشتري واحد زي كاليفيوري مثلا ب6 مليون، لاعب مميز ما ينفعش ان انا استغنى عنه. يعني كاليفيوري انا شايفه من اهم اللعيبه اللي انت لازم تدخل تشكيلتك. عندك واحد زي مينيوز سعره 5.5 مليون، برضه المدافع حاليا في النظام الجديد بيجيب نقاط كتيره، متصدرين الترتيب، برضه محتاج يدخل تشكيلتي. فهيدخل تشكيلتي ازاي؟ واحد زي مونييس هيدخل تشكيلتي، واحد زي كولافيوري، واحد زي فان دايك من اهم اللعيبه، الراجل ما شاء الله جايب نقاط كتير رغم انه ما بيطلعش كلين شيت. فما بالك الراجل ده لو قدر يطلع مثلا 3 4 5 مباريات كلين شيت ويحرز فيهم هدفين او 3 زي ما بيعمل، الراجل هيكون يعني هيفرق جامد في الترتيب. عندنا واحد كمان يا شباب زي آية نوري نفسنا نجيبه، واحد زي بيدرو بورو برضه من اللعيبه المميزه. فنهايه الكلام يا شباب انك اللعيبه اللي انت هتجيبها في خط الوسط اللي بسعر قليل دي هتحل لك مشاكل في الدفاع كتير، هتحل لك مشاكل في حراسه المرمى كتير، هتحل لك مشاكل كمان في الهجوم، انك ممكن تقدر تجيب هالاند. يعني انا ممكن اجيب هالاند وصلاح طالما في امكانيه ان يكون عندي مثلا لعيبه ب5 مليون و6 مليون في خط الوسط. زي ما قلت لك من ابرز اللعيبه اللي انت ممكن تعتمد عليها الفتره الجايه في خط الوسط وهتجيب لك نقاط، واحد زي اليوت بتاع استون فيلا 5.4 من 10، واحد زي جريليتش من اهم اللعيبه برضو، واحد زي سيمينيو برضو لعيب مميز. انا عندي سيمينيو افضل حاليا من مبويمو، والدليل على كده الراجل جايب نقاط وهيجيب اكتر الفتره اللي جايه. عندي كمان واحد زي يعني سميث رو لو استعاد مستواه، بس ده نصبر عليه شويه. عندنا كمان زي ما قلت لك نداي نوتنجهام فورست. عندنا يا شباب كمان ممكن يعني واحد زي امادو ديالو برضه سعره كويس، الراجل بسعره معقول وفي نفس الوقت بيلعب اساسي وهيجيب نقاط وعنده مباريات يعني الى حد ما سهله. واحد زي انزو فرنانديز ما ينفعش ان احنا نغفل عنا عليه في فريق زي تشيلسي، انا شايفه اهم من نيتو، واهم من واحد زي جواو بيدرو، الراجل ما شاء الله مستواه كويس ومميز. فلازم يا شباب انت عشان تجمع نقاط الفترة اللي جاية وتقدر تجيب نقاط كويسة، فكر شوية في اللعيبة اللي هي بسعر 5.5 و6. وإن شاء الله يا شباب بكرة أنا هجيب لكم قائمة تفصيلية عن اللعيبة دي بعدد النقاط اللي جابتها بالسعر بالتوقعات اللي المفروض الفترة اللي جاية هتجيب كام نقطة، إحصائياتها، كل ما يهم اللعيبة دي، مين هم أبرز بالترتيب كده، مين الأول نفكر فيه، مين التاني، مين التالت، من فئة ال5 مليون و6 مليون وستة ونص، اللعيبة اللي بتجيب نقاط خرافية. واحد زي إسماعيل صار سعر مميز، الراجل برضو جاب نقاط كتيرة.
فعندنا لعيبه كتيره رخيصه جايبه اكتر من عمر مرموش، وجايبه اكتر من فودن، وجايبه اكتر من مارتينيلي، وجايبه اكتر من إيلانجا، وجايبه اكتر من لعيبه كتيره بسعر عالي، ما جايباش نقاط زي الناس دي. فان شاء الله بكره يا شباب هحط لكم قائمه تفصيليه باغلب اللاعبين دول، وتكون مميزه، ونشوف مين هم ابرز 3 او 4 لازم يدخلوا تشكيلتنا بالفئه دي. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.